مرحبا بكم في قناة رمية تماس. اليوم سنتناول معكم موضوعا مثيرا للجدل في الساحة الرياضية المصرية، وهو أزمة حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، وما أثير حوله من اتهامات بالتنمر ضد اللاعب البرازيلي خوان بيزيرا من نادي الزمالك، وذلك بعد المباراة المثيرة بين الفريقين في الدوري المصري. كما شاهدتم في المباراة الأخيرة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري، والتي انتهت بفوز الأهلي 2-1، ظهرت لقطة مثيرة للجدل بين حسين الشحات وبيزيرا. خلال أحداث المباراة وعند احتساب ضربة جزاء للأهلي، ظهر الشحات وهو يشير إلى كسر قامة بيزيرا، وهو ما أثار موجة من الانتقادات والجدل بين جماهير الفريقين. لكن المفاجأة كانت في قرار رابطة الأندية المحترفة التي رفضت توقيع أي عقوبة ضد حسين الشحات. وفقاً لما ذكرته قناة الأهلي، فإن الرابطة أكدت أنه لا يوجد بند واضح في اللوائح يعاقب الشحات على تصرفه في تلك اللقطة، وقالوا أيضاً أن التصرف لم يكن متعمداً للتنمر أو السخرية، بل كان مجرد حركة عفوية من لاعب في موقف عادي. من جانبه، نفى حسين الشحات تماماً ما أثير حوله من اتهامات بالتنمر على بيزيرا، وقال في تصريحاته: لم أكن أقصد السخرية أو التنمر، وما حدث كان مجرد لحظة عابرة داخل المباراة. الشحات أكد أنه يحترم جميع اللاعبين بغض النظر عن أصولهم أو مظهرهم، وأن مثل هذه الأمور لا مكان لها في مستقبله الرياضي. في الجانب الآخر، لم تقف إدارة نادي الزمالك مكتوفة الأيدي، فقد أفاد مصدر داخل النادي بأن الإدارة برئاسة حسين لبيب تدرس التقدم بشكوى رسمية ضد حسين الشحات، وتطالب بتطبيق لوائح العقوبات الخاصة بالتنمر والتمييز. وبالفعل، أكدت المصادر داخل النادي الأبيض أن التسجيلات التلفزيونية التي تضمنت تلك اللقطة المثيرة سيتم إرسالها إلى رابطة الأندية المحترفة للمطالبة بتطبيق اللوائح التي تنص على عقوبات تتراوح بين الإيقاف لمباراة أو 3 مباريات مع غرامة مالية تتراوح بين 10,000 و40,000 جنيه. إذا تم اتخاذ قرار بعقوبة ضد حسين الشحات، فإن هذا يعني أن اللاعب قد يواجه عقوبات ثقيلة تتراوح بين الإيقاف والغرامة المالية. ووفقاً للمادة 13 من لائحة الانضباط في رابطة الأندية، فإن أي سلوك يتضمن تنمراً أو تمييزاً أو عنصرية يتعرض صاحبه للعقوبات المقررة في اللوائح. فهل ستتخذ رابطة الأندية قراراً بحسم الموقف، أم أن قضية حسين الشحات وبيزيرا ستظل موضوع جدل واسع بين جماهير الأهلي والزمالك؟ في النهاية، ما زال الجدل مستمراً حول واقعة حسين الشحات وبيزيرا والمواقف المتباينة بين الفريقين وجماهيرهما. وبينما يرفض البعض فكرة وجود عقوبة ضد الشحات، يصر البعض الآخر على ضرورة معاقبته وفقاً للوائح. ما رأيكم أنتم في هذه الأزمة؟ هل تعتقدون أن ما فعله حسين الشحات يستحق العقوبة، أم أن الأمر كان مجرد تصرف عابر لا يحمل نية سيئة؟ شاركونا آراءكم في التعليقات. بحسب ما أفادت به مصادر داخل النادي الأهلي، جوزيه غوميز موجود في قائمة المدربين الذين تم ترشيحهم لتولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم. لكن على الرغم من هذا، لم تتم أي مفاوضات رسمية حتى الآن بسبب ارتباط غوميز بعقد مع نادي الفتح السعودي، حيث يستمر المدرب البرتغالي مع الفريق حتى إشعار آخر. وبالنسبة لنادي الفتح السعودي، فقد نفى محمد الضيف رئيس المركز الإعلامي بالنادي تماماً كل الأنباء المتداولة حول المفاوضات مع النادي الأهلي، وأكد في تصريحات له أن غوميز مستمر مع الفتح، وأن هناك ثقة كبيرة من مجلس الإدارة في قدرات المدرب البرتغالي، خصوصاً بعد النتائج التي حققها مع الفريق حتى الآن. رغم النتائج السلبية مع الفتح، فإن جوزيه غوميز يظل أحد الأسماء المرشحة لتدريب الأهلي في المستقبل. لجنة الكرة بالنادي الأهلي لديها قناعة فنية بالمدرب البرتغالي بسبب خبراته السابقة مع الأندية، وخاصة فترة تدريبه مع الزمالك، حيث قدم أداء جيدا في فترة قصيرة. إذا قرر جوزيه غوميز الرحيل عن الفتح بالتراضي، فإن النادي الأهلي سيكون مستعدا للتفاوض معه بشكل جدي، ولكن في الوقت الحالي
يبقى غوميز تحت عقد مع الفتح، مما يجعل المفاوضات أمراً غير ممكن حالياً.